أهلي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة آخر يوم امتحانات ليا. آه طبعا بالنسبة لطلبة تالتة ثانوي حابة أتكلم معاكم شويتين تلاتة أربعة. حاجة كده عشان محدش يقول لي إيدك. والله بحاول أغطي، والله. أول حاجة، ايه رأيكم في الأوتفيت؟ تاني حاجة، أنا عارفة قد ايه انتوا مخنوقين الفترة دي فوق المستوى الطبيعي بمراحل، وده نظرا لأن امتحاناتكم كمان أسبوع. امتحاناتكم يوم الأحد، النهاردة السبت 13/6، وما بين ان انت نفسيتك زي الزفت، ما بين ان انت بتفكر في التأجيل، وما بين ان انت بتفكر تقسم، وما بين ان انت في مواد واقعة منك خالص، وما بين ان انت مش عارف ان انت هتلحق تحل كل ده امتى. بص، نمبر 1، صلي على النبي، استرخي، خد نفسك بالراحة. عايزة اقول لك على حاجة. اولا انا اول مرة اصور النهارده، عاجبني الوضع جدا. المهم بصراحة انا شايفة انه ال7 ايام دول او ال8 ايام دول، مش هقولك لو انت مراكم، انت تقدر تلم وتراجع لو انت كنت متفرج على الشرح قبل كده، عن طريق ان انت هتبدأ تجيب اللي انت لخصته او مذاكرتك او ايا كان، وهتقعد تراجع من مصدر مذاكرتك، مش تتفرج لي على محاضرات تاني. ان انت تتفرج على محاضرات تاني في الوقت ده، فده بالنسبة لي تضييع وقت، تضييع وقت، بس انت ما بتعملش اي حاجة كده غير تضييع وقت. طيب يا نور، في شرح انا ما اتفرجتلوش اصلا، ده اللي انت ممكن تتفرج عليه الفترة دي وتحل كتير. طيب احل ايه؟ اهم حاجة لازم تتحل الفترة دي نماذج استرشادية وامتحانات السنين السابقة. دول اهم مصدرين لازم يتحلوا قبل ما تدخل امتحان اي مادة. تمام. شد حيلك شد حيلك شد حيلك، خلاص الرحلة بتنتهي او هي شبه انتهت. الامتحانات هتعدي كده هوا. ولكن كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. عايزه افكرك بموضوع الغش، ان انت المجموع اللي انت هتجيبه وانت غاشش هو نفس المجموع اللي انت هتجيبه بالحلال، فما تجيبوش بالحرام. احسن، عشان خاطر حرام، يعني حرام لمجرد انه حرام ما ينفعش ان احنا نعمله. وبس كده.